بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا المهندس عبد حسام الدين، معاون وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، وعضو المؤتمر القطري ال11 لحزب البعث العربي الاشتراكي. أعلن انشقاقي عن النظام واستقالتي من منصبي كمعاون وزير النفط والثروة المعدنية، وعدم مشاركتي في المؤتمر القطري ال11 الذي سيعقد بعد بضعة أيام، وانسحابي من حزب البعث العربي الاشتراكي كليا، وأعلن انضمامي إلى ثورة هذا الشعب الأبي الذي لم ولن يقبل الضيم مع كل هذه الوحشية التي يمارسها النظام ومن يواليه لقمع مطالب الشعب في نيل حريته وكرامته. وأقول لهذا النظام الذي ادعى أنه يملك الأرض: لا تملك إلا موطئ الدبابة التي تحركها وحشيتك لقتل الأبرياء، والتي قطعت أوصالها بحواجز الرعب بدلاً أن تكون حواجز الأمن والأمان للمواطن. وألبست من ادعيت أنه شعبك عاماً كاملاً من الأسى والحزن، وقطعت عنه أبسط مقومات الحياة والإنسانية، وأحلت البلاد إلى شفير الهاوية بتعنتك وتكبرك وانفصالك عن الواقع. فقد أوشك اقتصاد البلاد على الانهيار. وأوجه في هذا السياق عدة رسائل، أبدأها بهذا الشعب الأبي الذي ضحى بالغالي والنفيس ودماء أبنائه لنيل كرامته، وأشد على أيديه وأبارك ثورته المستمرة حتى النصر بإذن الله. وأخص الطائفة العلوية بنصيحتي قائلا: إن الشعب حاضنتكم والنظام زائل لا محالة، فلا تكونوا شركاء في قتل أبناء شعبكم. تحيتي إلى الجيش الحر الذي رفض أن يكون مع الجلاد على الضحية، وأشد على يديه وأوصيه بأن يكون يدا واحدة في الخلاص من هذا النظام الظالم المستبد. ورسالتي إلى المجلس الوطني: كونوا على قدر هذه الثقة التي منحكم إياها الشعب، وأزيلوا الذرائع أمام الدول لتحقيق الأهداف المنشودة. ورسالتي إلى روسيا والصين اللتان تدعيان أنهما أصدقاء للشعب السوري: إن موقفكم أثبت أنكم أبعد ما تكونوا عن صداقة هذا الشعب، لا بل أنتم شركاء في قتل هذا الشعب بمساندتكم لهذا النظام الزائل. وعندنا من المعلومات ما يكفي لنثبت هذا الدعم، والذي سوف يكون في يد المختصين. الرسالة الأخيرة أوجهها إلى زملائي: لقد قضيت في السلك الحكومي 33 عاما تقلدت فيها العديد من المناصب، ولا أريد أن أنهي حياتي الوظيفية في خدمة جرائم هذا النظام. لذلك آثرت أن أنضم إلى صوت الحق، مع علمي بأن هذا النظام سوف يحرق بيتي ويلاحق أسرتي ويلفق الكثير من الأكاذيب. وأنصح زملائي ومن لا يزال بعد عام من السكوت على جرائم هذا النظام أن يتخلى عن هذا المركب الهالك الذي أوشك على الغرق، فدماء الشهداء لن تغفر لمن استمر في التواطؤ معه بذريعة أنه موظف أو ينفذ الأوامر. والنصر للشعب السوري وثورته المباركة لنيل حريته، والرحمة للشهداء، وعاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم.